اختبر قوة معلوماتك العلمية والثقافية. هديك 30 سؤال عبارة عن أسئلة اختيارات مع عداد الوقت. عداد الوقت عبارة عن 5 ثواني. 90% على فكرة يا جماعة من ناس مش عارفين يجاوبوا على الأسئلة ديك. طبعا في أسئلة سهلة، أسئلة صعبة، وهنشوف دلوقتي. في مفاجأة لكم من بداية السؤال 20. من بداية السؤال 20 هتلاقوا كده إيه، أسئلة كده حلوة كده وجميلة، يعني لا تتخيلوها أو تتوقعوها. خليكم معايا وكملوا معايا الفيديو للآخر. نيجي السؤال الأول. السؤال الأول بيقول لنا إيه؟ بيقول السؤال الأولاني: ما هو أطول نهر في العالم؟ أطول نهر في العالم، هل هو نهر الأمازون، نهر النيل، نهر الفرات؟ في عداد ثواني موجود قدامك لسه هنبدأ فيه. العد هنا هيكون عد تنازلي من 5 لغاية 0. ركز معايا، فكر قبل ما اقول لك الاجابه الصحيحه. فكر، الاجابه الصحيحه هتكون نهر الامازون. ممتازين، برافو برافو عليكم، برافو عليكم، ممتازين. نخش يا جماعه عند السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا: ما هي الدوله التي تمتلك اكبر عدد من الاهرامات؟ ايه الدوله اللي فيها اكبر عدد من الاهرامات؟ هل هي مصر؟ هل هي المكسيك؟ هل هي السودان؟ نبدأ. العداد هيبدأ يعد معاك من 5 لغاية 0. فكر في الإجابة. الإجابة الصحيحة طبعا هي السودان. ممتازين، في ناس قالت السودان. ممتازين، برافو 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 عليكم، ممتازين. نخش يا جماعة عند السؤال الثالث. والسؤال الثالث بيقول لنا هنا إيه؟ بيقول لنا: كم عدد صمامات قلب الإنسان؟ قلب الإنسان فيه كام صمام؟ في عندي اختيارات بتاعتي. أول اختيار 2، الاختيار التاني 3، الاختيار التالت 4. في عندي 2 3 4. نبدأ العداد يعد من 5 ل0. ركز وفكر، فكر معايا. الإجابة هي 4 صمامات. عدد صمامات قلب الإنسان 4 صمامات. في ناس طبعا قالت منكم 4، برافو عليكم. تمام. نخش يا جماعة عند السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 ركز معايا فيه. بيقول لي هنا: ما هي عاصمة اليابان؟ اليابان عاصمتها ايه؟ الاختيارات بتاعتنا: سيول، طوكيو، بكين. 3 اختيارات موجودة قدامك. عداد الثواني هيبدأ ال5 ثواني بتوعنا. ركز معايا، فكر، فكر معايا. الإجابة الصحيحة هتكون طوكيو. ممتازين، برافو عليكم، برافو، ممتازين. تمام. نخش على السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 بيقول ايه بقى؟ السؤال رقم 5، السؤال رقم 5 بيقول لنا هنا: أين تقع أهرامات الجيزة؟ عارف إن دي سؤال سهل جدا جدا، وأغلبكم بل كلكم كمان عارفينه. لازم إيه أجيب سؤال كده إيه سهل كده، أشجعكم كده إيه للي جاي، لأن اللي جاي خدوا بالكم تقيل أوي أوي يعني. ركزوا معايا. أين تقع أهرامات الجيزة؟ السودان، المكسيك، مصر؟ الإجابة طبعا عدد الثواني يبدأ معانا من 5 لغاية 0. ركز معايا. الإجابة طبعا الإجابة ممتازين، برافو عليكم. وناس قالت مصر. ممتازين، برافو عليكم. السؤال رقم 6. السؤال الثالث بيقول لنا إيه؟ بس قبل السؤال رقم 6 يا جماعة معلش، لو الفيديو عجبك ماشي، في عندك علامة الجرس، دوس على السهم اللي موجود قدامك دوك معايا. هتجيلك قائمة زي كده الكل مخصصة، عدم تلقي أي إشعارات، إلغاء اشتراك. اضغط على الكل. الهدف منها إيه؟ أي فيديو أنزله على القناة بتاعتي بيجيلك على طول الفيديو على القناة بتاعتك. تمام. وبرضو إيه، في عندك لايك برضو اضغط عليه. تمام. وتعليق حلو كده إيه من حضرتك على الفيديو بتاعي يعني. تمام كده. نخش يا جماعة السؤال رقم 6 بيقول لنا هنا إيه؟ ما هو أضخم حيوان في العالم؟
أضخم حيوان في العالم؟ الفيل، الحوت الأزرق، الزرافة. فكر، أضخم حيوان في العالم. الفيل، الحوت الأزرق، الزرافة. العداد بتاعنا يبدأ يعد تنازلي من 5 ل0. ابدأ يا ريس. 3 2 1 0. الإجابة هتكون الحوت الأزرق. ممتازين، برافو عليكم برافو عليكم. في ناس قالت الحوت الأزرق وفي ناس قالت الفيل. أنا عارف في ناس منكم هتقول الفيل، تمام، لكن الزرافة طبعا معروفة رفيعة، تمام. أكيد إجابة السؤال ده ناس قالت الفيل وناس قالت الحوت الأزرق. الإجابة الصحيحة الحوت الأزرق، تمام. نخش يا جماعة عند السؤال رقم 7. والسؤال رقم 7 ركزوا بقى معايا فيه. بيقول لي هنا إيه؟ كم عدد العيون عند النحلة؟ النحلة فيها كم عين؟ ركز معايا. الاختيارات بتاعتي هي 2 5 10 عيون. هل النحلة فيها عينين ولا فيها 5 عيون ولا فيها 10 عيون؟ ركز وفكر في الإجابة. العداد يبدأ يعد من 5 ل0. 4 3 2 1 0. إجابة صحيحة هتكون 5 عيون. 5 عيون، ممتازين. في ناس قالت 5 عيون، ممتازين، تمام. نخش بقى السؤال رقم 8. السؤال الثامن. السؤال رقم 8 بيقول لنا إيه؟ ما هي العملة الرسمية في السعودية؟ العملة الرسمية في السعودية، هل هي الدينار، الدرهم، الريال؟ العملة الرسمية في السعودية الدينار، الدرهم، الريال. العداد يبدأ يعد. فكر. 5 4 3. فكرهم. 2 1 0. الإجابة الصحيحة هتكون الريال. ممتازين. في ناس قالت الريال، في ناس قالت الريال. ممتاز ممتاز ممتاز، برافو عليك برافو عليك، ممتاز. نخش على السؤال التاسع. السؤال التاسع بيقول لنا ايه؟ ما هو المعدن السائل في درجة الحرارة العادية؟ المعدن السائل في درجة الحرارة العادية. الحديد، الزئبق، النحاس. فكروا. العداد يبدأ يعد. خد بالك 5 ثواني. 5 4 3 2 1 0. الإجابة هتكون الزئبق. ممتازين. في ناس قالت الزئبق. برافو عليكم برافو عليكم، ممتازين، تمام. أسئلة حلوة، صح؟ أسئلة جميلة. السؤال رقم 10. السؤال العاشر. السؤال العاشر يا جماعة بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا هنا: في أي قارة تقع مصر؟ في أي قارة تقع مصر؟ تقع في قارة آسيا، أفريقيا، أوروبا. فكروا. العداد يبدأ يعد. 5 4 3 2 1 0. الإجابة الصحيحة هتكون هي أفريقيا. في ناس قالت أفريقيا. ممتازين، برافو عليكم برافو عليكم. السؤال رقم 11. الحادي عشر. خدوا بالكم، أنا قلت لكم إن في مفاجأة من بداية السؤال 20. خليكم فاكرين، في مفاجأة من بداية السؤال 20. السؤال 11 بيقول لنا هنا: ما هي أسرع حشرة في العالم؟ أسرع حشرة في العالم. ركز معايا. النحلة، اليعسوب، الصرصور. هديك ال5 ثواني تفكر فيهم. 5 4 3 2 1 0. الإجابة الصحيحة هتكون اليعسوب. إجابة صحيحة. في ناس جاوبت وفي ناس برضو مش عارفة. في ناس قالت النحلة، في ناس قالت الصرصور. ها، طبعا حسب كل واحد فيكم. الناس اللي قالت اليعسوب برافو 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 عليكم، تمام كده.
طبعا يا جماعة كل واحد فيكم بيختبر معلوماته من خلال الأسئلة المعروضة قدام حضراتكم. نخش يا جماعة عند السؤال الثاني عشر. السؤال ال 12 بيقول لنا، سؤال 12 بقى بيقول لنا: ما هو العضو المسؤول عن ضخ الدم؟ أكيد سؤال سهل، ما أجيب لك حاجة سهلة وحاجة صعبة. السؤال: ما هو العضو المسؤول عن ضخ الدم؟ الرئة، الكبد، القلب. الأعداد يبدأ يعد: 3 2 1 0. الإجابة طبعا برافو عليكم، القلب. الإجابة الصحيحة هي القلب. السؤال الثالث عشر. السؤال رقم 13 بيقول لي هنا كم عدد أسنان الشخص البالغ؟ الإنسان البالغ كم عدد أسنانه؟ أنياب، بضروس، بقواطع، الأسنان كلها مرة واحدة. هل هي 29، 32، 30؟ نبدأ نعد ال5 ثواني. ابدأ يا ريس. 4 3 2 1 0. برافو عليك. في ناس قالت 32 سنة. برافو عليكم. تمام. السؤال الرابع عشر. السؤال ال14 بيقول لنا بقى السؤال ال14: ما هي عاصمة فرنسا؟ عاصمة فرنسا هل هي لندن، روما، باريس؟ العداد يبدأ يعد. ركز معايا. 4 3 2 1 0. الإجابة صحيحة. برافو عليكم، باريس. الإجابة الصحيحة عاصمة فرنسا باريس. تمام. السؤال الخامس عشر. السؤال 15. خليكم فاكرين، بقول لكم في مفاجأة في الأسئلة من بداية السؤال 20. خليكم فاكرين. السؤال الخامس عشر بيقول لي هنا: كم عدد فريق كرة القدم؟ فريق كرة القدم كم واحد؟ 11، 10، 12؟ يعد. 4 3 2 1 0. برافو عليكم. ناس قالت طبعا كلها 11. الناس عشاق الكرة القدم. برافو عليكم. السؤال السادس عشر بيقول لنا هنا: ما هو الشيء الذي له أسنان ولا يعض؟ له أسنان بس ما بيعضش. المشط، الكلب، القلب؟ المشط ولا الكلب ولا القلب؟ نبدأ نعد. 5 4 3 2 1 0. ممتازين. طبعا هو هو المشط. طبعا المشط او المشط دي حاجه لغويه بقى. تمام. كلنا طبعا عارفين طبعا دي المشط باللغه العاميه. في ناس بتقول لك المشط، ناس تقول لك المشط. طبعا كلكم عارفينه. السؤال السابع عشر. السؤال ال17 بيقول لنا السؤال ال17 بقى بيقول هنا: أين يوجد سور الصين العظيم؟ طبعا يعني من السؤال نفسه هنعرف. أنا كده حرقت لك الإجابة يا ريس. الهند، اليابان، الصين؟ 5 4 3 2 1 0. الإجابة طبعا كلكم طبعا عارفين الإجابة، طبعا الصين. السؤال الثامن عشر. ركزوا لأن الجاي بقى صعب بقى. هجيب لكم حاجات سهلة دلوقتي اهو، لكن بعد كده في مفاجآت في الأسئلة. يعني اللي جاي في مفاجأة في الأسئلة. ركزوا معايا. السؤال ال18 بيقول لي بقى السؤال 18 بقى: ما هو أقرب كوكب للشمس؟ أقرب كوكب للشمس هل هو الأرض، عطارد، المريخ؟ عد يا ريس. 4 3 2 1 0. الإجابة طبعا هتكون عطارد. طبعا كوكب عطارد أقرب كوكب للشمس. تمام. السؤال التاسع عشر بيقول لي هنا ما هي أكبر محيطات العالم؟
أكبر محيطات العالم؟ هل هو الأطلسي، المحيط الهادي، المحيط الهندي؟ يعد 5 4 3 2 1 0. ناس قالت ايه؟ تمام، ناس قالت المحيط الهادي. برافو عليكم، ممتازين، برافو 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 عليكم. السؤال 20 بقى، وركزوا بقى من أول السؤال 20. قلت لكم في الأول الفيديو خدوا بالكم من أول السؤال 20. بيقول لي هنا: ما هو الطائر الذي يضع أكبر بيضة؟ خد بالك، الأسئلة اللي جاية أسئلة إيه؟ حلوة، أسئلة هتعجبك أوي 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 يعني. ركز معها. ما هو الطائر الذي يضع أكبر بيضة؟ هل هو النعامة، الصقر، البومة؟ أكبر الطائر الذي يضع أكبر بيضة، بيضة كده كبيرة كده. العدد يعد بتاعنا 5 4 3 2 1 0. الإجابة صحيحة، برافو عليكم. في ناس قالت النعامة، برافو عليكم، ممتازين، برافو عليكم. السؤال 21: كم قلبا عند الأخطبوط؟ قلت لك بقى أهو، ركز معايا. قلت لك من أول السؤال 20 هتلاقي فيه مفاجآت في الأسئلة. ركز معايا. الأخطبوط عنده كم قلب؟ قلب واحد، قلبين، 3 قلوب؟ 5 4 3 2. فكروا يا جماعة بسرعة. 1 0. الإجابة الصحيحة هتكون 3 قلوب. الأخطبوط عنده 3 قلوب. برافو عليكم. في ناس أكيد طبعا قالتها. ممتازين ممتازين ممتازين. السؤال 22. السؤال 22 بيقول لي هنا: في أي دولة تم اختراع البيتزا لأول مرة؟ الناس اللي بتحب البيتزا، بتحب تاكل البيتزا. ايه الدولة، أول دولة اخترعت البيتزا؟ في أي دولة تم اختراع البيتزا لأول مرة؟ هل هي إيطاليا، اليونان، مصر؟ نعد، ركزوا معايا، فكروا بسرعة بسرعة. 2 1 0. الإجابة الصحيحة طبعا هتكون إيطاليا. ممتازين، برافو عليكم. السؤال 23 بيقول لي هنا، السؤال 23: ما هو الطائر الذي يستطيع الطيران للخلف؟ طائر بيطير من ورا للخلف. هل هو الطنان، الهدهد، الصقر؟ فكروا كويس. عد. 5 4 3 2 1 0. الإجابة الصحيحة، برافو 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 عليكم، هو طائر إيه؟ الطنان. برافو عليكم. أكيد طبعا في ناس منكم قالت الإجابة الصحيحة. برافو برافو، ممتازين ممتازين. قلت لكم من أول السؤال 20 هتلاقوا في مفاجآت في الأسئلة. أسئلة حلوة جميلة بصراحة يعني عندك من السؤال الأولاني لغاية 19 كان في منها إيه صعب وفي منها إيه سهل، وأغلبهم كلهم كانوا سهلين عامة يعني. لكن من أول السؤال 20 بدأت إيه الصعوبة بقى. ركز معايا. نخش على السؤال رقم 24. برضو ندوس عند علامة الجرس، وبعدين كده يا جماعة نختار الكل، وطبعا لايك وتعليق عشان يصلك كل جديد. ممتازين. نقول يا جماعة: أين توجد أصغر عظمة في جسم الإنسان؟ أصغر عظمة في جسم الإنسان موجودة فين؟ القدم، الأذن، الأنف؟ فكر. عدد بيعده 3 2 1 0. الإجابة هتكون ممتازين، موجودة في الأذن. أصغر عظمة أو أصغر عظمة في جسم الإنسان موجودة في الأذن. تمام. طب عايز بقى إيه يعني الشرح أكتر؟ خش بقى على اليوتيوب، خش على النت وابحث بقى. أنا بديك الإيه الحاجات الأساسية. أنت من نفسك حاول إيه تبحث عن إيه المعلومات دي صح بقى إيه تخش إيه في العميق بتاعها يعني. بعد كده السؤال 25 بيقول لي هنا السؤال 25: كم عدد أسنان البعوضة؟ البعوضة
فيها كام سنة؟ لا يوجد، ما عندهاش أسنان خالص. 22 سنة، 47 سنة. فكر. عدد بيعد 5 4 3 2 1 0. برافو 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 عليكم، ناس قالت 47 سنة. ممتازين. أنا عارف إن في ناس بتجاوب معايا، عارف. فأنا بقول لهم برافو 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 عليكم، بشجعكم. ممتازين ممتازين ممتازين. السؤال يا رجالة السادس والعشرون، السؤال رقم 26. بيقول لي السؤال: ما هو الحيوان الذي ينام وعيناه مفتوحة؟ حيوان بينام وعينه مفتوحة. هل هو الحصان، السمك، الزرافة؟ فكروا. تمام. ها، عدد بيعد 5 4 3 2 1 0. الإجابة الصحيحة هتكون هي السمك. السمك بينام وعينيه مفتوحة. عايز تتعمق في المعلومة زي ما قلت لك قبل كده، ابحث زي ما انت عايز. انا بجيب لك المعلومة الأساسية. تمام كده. السؤال رقم 27، رقم 27. السؤال 27 بيقول لي ايه؟ ما القارة التي لا تحتوي على براكين؟ يعني ايه؟ عندنا في كوكب الأرض يقول لك حصل بركان مش عارف فين، بركان فين، وفي قارات تانية فيها براكين، ولكن في قارة لا تحتوي على براكين خالص، ما فيهاش براكين. هل هي أفريقيا، استراليا، أوروبا؟ الخمس ثواني يبدأوا. ابدأ يا ريس. 5 4 3 2 1 0. برافو عليك. في ناس قالت استراليا. ممتازين ممتازين، برافو عليكم. السؤال 28 بيقول لي هنا ايه؟ ما البحر الذي يفصل بين قارة آسيا وأفريقيا؟ ايه هو البحر اللي بيفصل بين قارة آسيا وأفريقيا؟ هل هو البحر الأحمر، البحر المتوسط، البحر الأسود؟ يبدأ يعد. 5 4 3 2 1 0. برافو ممتازين. البحر الأحمر. البحر الأحمر بيفصل بين قارة آسيا وقارة أفريقيا. تمام. السؤال 29 بيقول لي إيه؟ كم يستغرق ضوء الشمس ليصل إلى الأرض؟ ضوء الشمس بيصل إلى الأرض ثانية واحدة، 8 دقائق، ساعة. ركز معايا. 5 4 3 2. الحق نفسك كده بسرعة. 1 0. الإجابة الصحيحة. برافو عليك. 8 دقائق. آخر سؤال، السؤال 30. بس معلش زي ما قلنا قبل كده يا جماعة، اضغط على الجرس، بعد كده اختار الكل، بعد كده ايه لايك، بعد كده تعليق حلو كده منك. السؤال الأخير 30. ما هو الحيوان الذي يستطيع تذوق الطعام بقدميه؟ بيدوق الطعام بقدمه. هل هو الفراشة، النحلة، الذبابة؟ فكر. 5 ثواني. 3 2. الحق نفسك. 1 0. برافو عليك. ممتازين. الفراشة. برافو عليكم. وأتمنى يا جماعة تكونوا استفدتم من الأسئلة ديك. وشكرا لحضراتكم. كان معكم مجدي كامل.